رجعوا مسيطرين تاني من الاول وماسكين زمام الامور. السبب الخامس هو اخطاء في التفكير. زي مثلا يقول لك اكيد في حاجه ورا الهدوء ده، الهدوء مش مريحني، ده ما عندوش غلط، عارفه ازاي هو اسمه احمد. يقول لك لو هو بيحبني بجد لازم يقرا افكاري، لازم يطلع النار من بقه. اغلب اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي عارفين ان بنشوف سيناريوهات غريبه بتحصل في دماغنا، او واحد عمل معاه خناقه في دماغه كده. بس السؤال الاهم بقى بعد الاسباب دي كلها اللي بتخلينا نبوظ العلاقه بايدينا من غير ما نحس، هل في حل؟ رقم واحد، يبقى عندك وعي، واول ما تلاحظ انك انت بتبوظ العلاقه بشكل لا شعوري تبدا تقف وتسال نفسك هو انا بعمل كده ليه، وتقعد تفكر وتحلل اللي انت بتعمله ده. هل انت فعلا في دافع قوي انك انت خليك توقف العلاقه او تبوظها وتنسحب؟ وساعتها تحترم شريكك وتقول له انا مش هقدر اكمل عشان كذا كذا كذا. ولو مش لاقي سبب واضح يبقى انت فعلا بتسابوتج العلاقه ومحتاج تهدى وتعيد التفكير قبل اي تصرف بتتصرف فيه مع شريكك عشان ما تحاولش تاذي نفسك وتاذيه. رقم 2، سبيك اب، خرج، طلع مخاوفك واتكلم مع شريكك وصارحه بدل ما تعمل تصرفات غريبه تخليه يفتكر انك انت مش عايز ان هو شخص سيء او تاذيه نفسيا، وده اللي بيخلينا نعيش في مجتمع غير سوي. رقم 3،